في ناس فاهمة إن التلامذة هم اللي بيمتحنوا بس. الفكرة دي مش صحيحة. في امتحانات للكبار زي ما في امتحانات للتلامذة. الحياة نفسها، تتابع الأيام ذاته في امتحانات. ربنا بيمتحن الناس بحاجات كتيرة، بيمتحنهم بالغنى والفقر. تلاقي في الدنيا واحد غني بس يمد ايده ويمسك حاجة ان شاء الله تكون تراب، تلاقي التراب يتحول لذهب. الناس بتسميه محظوظ، وهو بيفتكر نفسه شاطر، بيفتكر ان ذكائه وشطارته هم اللي جابوا له الفلوس. تلاقي في الدنيا واحد تاني فقير بيشتغل على قد ما بيقدر واكتر ما بيقدر، بيشتغل لما بيبقى هيموت من التعب، يجري يمين ويروح شمال وبرضه فقير. الغني قوي ده ربنا بيمتحنه بالغنى، الفقير قوي ده ربنا بيمتحنه بالفقر. الامتحان هنا مش سؤال واحد بس، لا، اكتر من سؤال. ربنا بيشوف الغني هيشكر على النعمة ولا لا، ويشوف الفقير هيصبر على المحنة ولا لا. مش بس كده، امتحان الغني عادة اصعب من امتحان الفقير. ازاي؟ اقول لك ازاي. ربنا بيشوف الغني ده شاكر ولا مش شاكر، محسن ولا مش محسن، بيدي الفقير ولا ما بيديهوش. يعني الفقير مطلوب منه الصبر، الغني مطلوب منه الشكر والعطاء. مطلوب منه حاجتين مش حاجة واحدة. في ناس بيتهيأ لها ان الثراء والغنى واليسر بيجوا من شطارة الانسان وعلمه. قارون كان فاهم كده. قارون كان من اغنياء الارض الكبار قوي، يمكن محدش حصله في ثروته. كانت ثروة قارون محطوطة في قصور وغرف وخزاين. مفاتيح الثروة دي ما كانش واحد يقدر يشيلها. مفاتيح الكنوز كانت محتاجة العصبة، محتاجة ل6 رجالة أو 8 رجالة عشان يشيلوها. إذا كانت دي مفاتيح ثروته، تبقى ثروته قد إيه؟ قارون كان فاهم إنه عمل الثروة دي بعلمه، بذكائه، بشطارته. افتكر نفسه ونسي ربنا. ربنا خسف بيه وبكنوزه الأرض. قارون خد 0 في الامتحان. خد 0 ليه؟ لأنه نسب الثروة لعلمه مش لكرم ربنا، ولأنه ما كانش بيطلع منها حقوق الفقراء والمساكين. الفقراء ليهم حقوق عند الأغنياء، حقوق ربنا اللي رتبها وربنا اللي أمر بيها. ده امتحان الأغنياء. ربنا بيمتحن الناس بالصحة والمرض، يشوف هيشكروا وهيصبروا ولا لا. ربنا بيمتحن الناس بالسلام والحروب، بالحياة الطبيعية والكوارث، يشوف هيشكروا في الحياة الطبيعية ولا لا، ويشوف هيصبروا في الكوارث ولا لا، ويشوف هيتعاونوا في الكوارث